الجزائر بتعلم اوروبا الادب بعد 44 سنه، ومحرز بيقول لماجر دلوقتي تقدر ترتاح. الجزائر في كاس عالم 82 قلبت الدنيا وكسبت اول ماتش ليها قدام المانيا. وقتها ماتشات اخر جوله ما كانتش بتتلعب في نفس الوقت، وكان اخر ماتش بين النمسا والمانيا. الجزائر محتاجه النمسا تكسب او تتعادل، بينما المانيا لو كسبت تصعد هي والنمسا. فالمانيا جابت جول بدري والفريقين بطلوا يلعبوا. طب اعملوا اي حاجه عشان ما يقولوش مكوسينها. مباراه العار دي اسمها لحد النهارده فضيحه خيخون، او زي ما وصفها المعلق البريطاني هيو جونز ان الماتش اشبه بمشاهده حراميه بيسرقوا شنطه ست عجوز. المعلق النمساوي نفسه بطل يعلق وقال للمشاهدين اقفلوا التلفزيون، والجمهور الالماني حاولوا يقتحموا الفندق وحدفوا بيض على غرف اللعيبه. والليله دي كان مكتوب لها تتعاد بشكل مختلف. الجزائر بتلعب النمسا والتعادل يصعدهم مع بعض ويخرج ايران، وفوز واحد منهم يخرج الثاني ويصعد ايران. وايران بس اللي دفعت الثمن، بس مش زي الجزائر من 44 سنه، لان ده كان ماتش حقيقي عكس اللي اتعمل زمان. الماتش خلص تعادل، بس الفريقين بجد كانوا عاوزين يكسبوا. شفنا محرز بيخرج النمسا في الدقيقه 93، وكالاتزيتش بيرجعها تاني في الدقيقه 96. فمبروك للجزائر لانها تستحق، ومبروك للنمسا لانها بطلت شغل زمان.